السلام عليكم، كيف اخباركم؟ عاملين ايه؟ التاريخ المصري القديم فيه ظاهره غريبه بتحير ناس كتير جدا. انا كنت منهم صراحه. الظاهره دي قائمه على فكره ايه؟ الاواني. في الاساس احنا من اقدم الشعوب اللي عرفت النار، وبالتالي احنا من اقدم الشعوب اللي عرفت الاواني الفخاريه، والموضوع سهل. بتعمل من الطينه اناء تحطه في النار يطلع منك اناء وزي الفل تمام التمام. لكن مع بدايه عصور الاسرات في ظاهره غريبه حصلت، هي ايه؟ تراجع صناعه الفخار امام الاواني الحجريه. ايه الاواني الحجريه؟ ان هو بينحت من الحجر اناء. يعني ايه بينحت من الحجر اناء؟ يعني بيجيب الالاباستر او بيجيب الجرانيت او بيجيب البازلت وينحت منه اناء. فده عند المصري القديم كان اسهل من ان هو يعمل فخار. الدرجه دي كان الموضوع سهل لدرجه ان الصناعه دي تتراجع امام الصناعه دي. بنلاقي كمان بدايات الاواني الحجريه في القرن الاولى، يعني فوق 4000 قاف ميم، رقم بعيد جدا. لغايه ما انا جاي الاقصر، وبعدين ايه صديقي السنيور محمد سيد جلال المرشد العظيم الجميل جدا، المرشد الاسباني، بقول له على الموضوع ده، فقال لي ايه؟ بقول لك انا عايزك تعدي على مصنع الالاباستر بتاع اتون وتشوف بنفسك. فجيت على المصنع عشان اشوف بنفسي. السلام عليكم يا عم محمد، كيف اخبارك؟ عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ عم محمد ده يعني ايه؟ بيورينا حاجه دلوقتي وهيتكلمنا عنها. انا عايز اعرف انت بتعمل الاواني من الالاباستر صح؟ تمام. بتعملها ازاي من الالاباستر؟ اولا السلام عليكم. احنا هنا مصانع اتون الالاباستر يا جماعه. احنا بنشتغل الاحجار كلها، مش الاباستر بس، يعني بنشتغل الجرانيت، بازلت، اونكس، احجار كثيره بنشتغلها. الالاباستر ده احنا عشان نعمل فازه ولا نعمل شمعدان ولا اي حاجه من الاشكال دي، اولا بنحتاج للحجر. الحجر ده بنجيبه من فين؟ الحجر ده بيتجاب من بعد وادي الملوك، من جوه الجبل، حوالي 15 كيلو جوه الجبل. تمام. بيتجاب بلوكات زي الاحجام الكبيره اللي ورا دي. تمام. من الحجر ده احنا بنشتغله كل حاجه زي ما انتم شايفين بالوضع ده. علشان نعمل الفازه دي بنبتدي اولا طريقه التصنيع، بنشكلها بالشاكوش زي ما انتم شايفين. اسمها دبوره عندنا هنا في الصعيد. تمام. الشاكوش عندكم اسمه دبوره؟ دبوره اللي هي دي اللي هي ام سن رفيع دي. ام سن رفيع ده بيبتدي بيها. بدري كانوا يشتغلوها بالجرانيت. كان بنعمل بالجرانيت نفسه. بالجرانيت. يعني الدبوره دي كانت بتبقى معموله من الجرانيت. بتتعمل من الجرانيت. اي. فكان بيشتغل وشكل بيها الحاجات دي. الحاجات دي من زمن بعيد، يعني عشان هتلاقوا زيها برضه في المتحف. في فازات الاباستر طبعا معموله مصنوعه في الالاباستر، بس احنا عملنا عليها تعديلات واستخدمنا طرق حديثه ثانيه. تمام. بعد ما نشكل الفازه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، بتكون اول هيئه ليها بالشكل ده. اي. دي كانت خامه، كانت حوالي 35 كيلو. بعدين بتتشكل بتوصل لحوالي 12 كيلو بالحجم ده. تقيله اهي. تمام. ده اول مرحله ليها. بنروح مرحلتها الثانيه. هم كانوا يغلفوها بالخيش وبالكتان زمان. احنا دلوقتي بنستخدم اي خامه، اي قماش. اي قماش بنغلفوها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. ليه الحركه دي؟ بتعمل لها الحمايه. بتغلفها، بتدهنها بحاجه من بره؟ بالكله. والغيره والبودره وميه سخنه. بودره الالاباستر، مش اي بودره ثانيه. اي. بنغلفوها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. ليه الطريقه دي؟ عشان نحميها، علشان لما نفرغوها من الداخل ما تتكسرش. التفريغ الداخلي بيكون بالطريقه دي. بنستخدم البونط دي الاول بالحجم الاصغر، بعدين في اكبر في اكبر. شغال. بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب تتفتح، وكل همك المروح، بتبقى مش عايزه تروح، وتسيب بلدنا. لا 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 لا. طب تمام. شكرا. المقابر المصريه القديمه بيبقى عليها رسوم لشبيه بده. هو هنا معمول من الحديد، بس المقابر المصريه القديمه كانوا بيعملوها من الحجر، وبيعملوها مع اليد بتبقى خشب، وبتبقى نفس التركيبه تقريبا، وبتبقى معموله بنفس المجهود دوت اليدوي دوت بيتعمل من المصري القديم بنفس الطريقه تقريبا. وفي علماء روس جربوها بنفس الطريقه المصريه ونجحت، وهدور على الفيديو بتاعها واحطه مع الفيديو دوت عشان اوريكم الشكل كان عامل ازاي. انتوا بتبتدوا بالصغير ده ولا بتبتدوا بدوت ولا ايه؟ بالاصغر. اصغر حاجه؟ لا، بالبنطه الكبيره دي الاول. اول حاجه دي بنعمل التجويفه الاولانيه. التجويفه اللي زي دي. تمام. الداخليه دي بس. أي. اول حاجه. ليه الطريقه دي؟ عشان نسهل دخول المعدات الصغيره دي. اي. داخل الفازه دي. اي. بعدين نبتدي في الاصغر، بعدين الاكبر في الاكبر. وعشان كده بتفرغوا من جواها. يعني احنا دلوقتي عندنا رجبه موجوده وتحت. تمام. اوسع منها اهو تجويف الرقبه.
لما بتدخل من الداخل جوه اهي تدينا التجويف ده، نفس الهيئه دي. وده الخارجي. تمام. بعد ما نفرغها من الداخل بالطريقه دي بنشيل القماش من بره تاني، وبعدين تدخل مراحل المبرد. المبرد ده بيكون 3 مراحل، بيبتدي بالمبرد الخشن، وبعدين انعم، فبعدين في انعم. 3 مراحل حسب نعومه المبرد نفسه. حسب، تمام. بعدين بنعمها بالحجر الرملي، حتان، بنقول عليه حتان عندنا. الرسوم على فكره على الحوائط باين لنا المصريين ماسكين حجر في ايدهم. رسوم في المقابر المصريه القديمه ماسكين حجر في ايدهم. تمام. فعلى ما يبدو ان هو حاجه شبه كده يعني. هو الحتان، البومس ستون. اسمه ايه الحتاني؟ حتان. حجر الرملي. طيب طريقه ثانيه يعني. اي. ليه ده؟ عشان نعم الفازه من الخارج. اخر مرحله للفازه دي احنا بندخلوها الفرن من 15 ل 20 دقيقه، 200 300 درجه حراره، وبعدين نغسلوها بالشمع. ليه الشمع؟ الشمع بيغسل فازه الالاباستر، بيغسلها من الخارج، وبيظهر الوان طبيعيه بتاعت فازه الالاباستر اللي هي زي كده، زي ما انتم شايفين. دي فازه الالاباستر اللي خلصت بعد حوالي 15 او 16 يوم شغل. شايفين بتبقى ازاي اهي؟ ديل فازه الالاباستر، ومنوره حتى في النهار. ده نوركم منورين انتم. ده نوره اهو، منوره في النهار. دي بتدي اضاءات، ده اللون البني وده الابيض، وبنعمل برضو منها شمعدان. هذا الشمعدان. وزنها في الاخر بيبقى قد ايه؟ الوزن زي ما انت شايف حوالي 350 جرام. يعني ابتدت بقد ايه؟ كانت 25 كيلو ووصلت في الاخر 350 جرام. امال ايه؟ بعدين على حسب الحجر، يعني في حجر سهل معانا يشتغل ممكن يوصل لاقل من كده. تمام. في حجر بيكون صلب بزياده ممكن يوصل نص كيلو، اعلى بشويه. ده الفرق بين الحجر بدرجه النعومه بتاعته. والفرق بين ديت ودي؟ ده المكن، ده على بسط المكنه. تمام. ده بنسيبوه تقيل شويه. ليه بتستخدموه؟ ممكن تحطوا ميه وورد فيها، ما فيش مشكله. ده بتسيبوه بالطريقه دي، بالاوزان دي. الثاني دي ما تحطش فيه ميه، ده مخصوص للشمعه ولللمبه بس. تمام. ده الفرق بين اليدوي وبين المكن. وانت قلت لي ده كان بيستخدم في الاضاءه في المقابر؟ ده كانوا يعملوا منه مرايات، تمام، على صفايح يعملوها بالاشكال دي، وكان يستخدموا اشعه الشمس تعكس، وكانوا يحطوا تاني احجار منها برضه في المقابر من جوه تعكس، بحيث النور طالع من الحجر دوت للحجر دوت للحجر دوت للمكان اللي هينقشوا عليه. يديكم عكستين 3 4 على حسب المنطقه اللي هتصلوا لها داخل المقابر. وكانها مرايا يعني. مرايات كانه نور الشمس. صح. بتنور مكان. صح. شفناه دوت في المقابر بتاعه ريخ مراع، وفي المقابر بتاعه نخت، لما العامل من بره بينور لنا النور عشان يشوفوا اللي موجود جوه بالعكس، مش بالكهرباء، بيعكس بالالومنيوم ده بس. من احجار الالاباستر. ده من الحجر. ده حجر تاني، ده خامه تاني اسمها حجر البازلت. حجر البازلت لونه ابيض، مش اسود. هو الحجر القديم بتاع البازلت كان اسود. بس حاليا ده الدرجه الثانيه بتاعته، اللي هو الرماد الفاتح ده. اهو ده الحجر القديم. ده القديم، البازلت القديم ده، الجري ده. اللون الفاتح ده الحجر الاحدث منه. الحجر الجديد يعني اكتشافات جديده بيكون باللون ده، بس احنا بنروح نصبغه بالالوان ميه، وبعدين نشكل اي حاجه احنا عايزينها عادي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. بنقول له حجر بركاني. ما هو حجر بركاني فعلا. ايوه. وثقيل وصلب وما هوش سهل في التعامل معاه. هو ده. امال انت النكش ده مين اللي بيعمله؟ ده انه نكش دقيق جدا، هيتعمل ازاي؟ دي حاجه ثانيه بتحتاج اخصائيين اللي هنروح لهم دلوقتي. السلام عليكم. بركاته. ده الحاج عويس. بسم الله ما شاء الله، الله ينور. الحاج عويس بعد ما يصبغ الحجر، لف عويس، بعد ما يدهن الحجر ده بيدخله الفرن مده نص ساعه عشان الالوان دي ما تطلعش تاني، وبعدين هو يبتدي تشكيل اي منظر هو عايزه بالادوات بتاعته دي. بعدين بيبتدي يشيل الالوان، اللون الاسود بالهامر زي ما انتم شايفين، او زي ما قلنا في الاول بالدبوره. بالدبوره اهي. تمام. بالدبوره بالهامر ده، شاكوش، ليها كذا مسمى. فهو يبتدي بيشكل اللي هو الفورمه اللي عايزها، تدينا في الاخر حاجات زي الاشكال دي. انا عايز اعرف يا حاج عويس، انت بوظت كام حجر عشان توصل في الاخر بسم الله ما شاء الله
لان انت تبقى ماشي شغال عادي وانت بتتعلم في الاول، اقصد يعني وانت شغال عادي دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني كانك ما بتعملش حاجه، اللي يشوف دوت يفتكر اللي انت بتعمله سهل، لكن بوظت كام حجر عشان توصل للمهاره اللي انت فيها دلوقتي. بوظت كتير. بوظ بتاع 2 طن حاجه. بسم الله ما شاء الله. لا بس بسم الله ما شاء الله ايدك يعني تتلف في حريق. هنا جابر ده مختص اللوحات، اها بيعملها برضه من حجر الجيري او حجر البازلت. ده حجر بازلت برضه نفس الاداء بتاع دي المحكمه، دي المحكمه بتاعت الموت، المحكمه بتاعت الموت اهو. وده هو القلب بيتوزن قصاد الريشه معد فوق، ادي انوبيس واخد المتوفى او عشان يتحاكم، ادي عم عموت اللي لو القلب ما توزنش هياكله، لو القلب ما رجعش هياكل المتوفى. انوبيس بيتكرر تاني وهو واقف عند الميزان، تحوتي وهو عمال كاتب اللي بيحصل، حورس وهو بيقدم المتوفى لأوزير، وامام اوزير ابناء حورس الاربعه فوق زهره اللوتس، وراه الاثنين، وخلي بالكم واخدين دول اثنين، فعامل نفتيس في الاول وعامل جزء من الكرسي بتاع العرش اللي هو التاج بتاع ايزيس في الناحيه الثانيه، وبعدين دول المفترض اللي هم المعبودات المسؤولين عن الاقاليم ال 42. هنا نموذج منهم، يعني يجوا 42 معبود موجودين في محكمه الموتى وهو بيقدم لهم فروض العباده ديت، الدواء اللي هي العباده يعني الرسمه اللي مرسومه صح علميا بشكل كبير جدا. يمكن طبعا الكتابات هي مش الكتابات العلميه، هو عامل نموذج بس اللي ممكن يكون موجود، لان هي تبقى اصغر من كده، لكن كل حاجه تانية مظبوطه علميا تماما جدا. الله ينور. الله ينور. الله ينور عليك يا دكتور. برضه طريقه ادائك ادت للوحه برضه. لا اللوحه حيه وجميله جدا بسم الله ما شاء الله عليه. اللوحه لسه هو كان بيعملها قدامنا. ايوه وهو من الحجر الجيري، من الحجر الجيري هنا، وعاملها بايه؟ ادي كل اللي في ايده ازميل صغير جدا. بشكل بعدين ده بيديها الوان ميه، بدخلها الفرن تاني عشان الالوان ما تطلعش. طب احنا الحاجات دي بتتعمل احيانا من الجبس واحيانا بتتباع ما فيش، احنا نعرف ازاي الجبس من الحجر الجيري؟ طريقه سهله جدا، ميه بالميه، لو غسلتها بالميه اللون ما بيطلعش اهو. دي اسهل طريقه ليها. عشان لو احنا بيضحك علينا كتير والله. فعشان ما يضحكش علينا. وانت سايب الخرطوشه ديت ليه؟ ده ممكن تكتبوا اساميكم عليها. الله. مثلا عايز تكتب اسم، عايز تكتب تاريخ، اي حاجه اللي تحب تعملوها. الحجر ده احنا بنعملها برضه في البازلت، لو عايز تكتب الاسماء عليها بنعملها برضه. الله ينور. الله ينور عليك. انت لما تفكر في الحاجه انت شايفها وهي متكونه وجاهزه قدامك، وانت مش متعود تعملها بيدك، فبتتخيل ان هي مستحيل تتعمل. لان انا ما اعرفش اعملها. يعني المصري القديم كان بيعملها ازاي اذا كنت انا ما اعرفش اعملها؟ ليه؟ لان احنا اعتمدنا على التكنولوجيا زياده عن اللزوم. اعتمدنا على التكنولوجيا لدرجه ان احنا مش فاهمين ان الحاجات ممكن تحصل من غير تكنولوجيا في الاساس. النحات والفنان المصري اللي شغال حاليا هو امتداد للنحات الفنان المصري اللي كان شغال قبل سابق. الفرق بس ان الادوات ممكن تكون اتعملت بمواد احدث شويه، لكن هي المواد القديمه تعمل نفس الحاجه والادوات القديمه تعمل نفس الحاجه. لكن احنا بنحب ان احنا طالما مش فاهمين اتعملت ازاي ننكر ونقول لا، مش المصريين، ده الكائنات الفضائيه اللي عملت، ده حضاره قبل الحضاره المصريه اللي عملت. طب ما هو ولادهم هم شغالين واحفادهم شغالين وعاملين نفس الحاجه الجديده. يعني انا صراحه لما شفت الكلام اللي حاصل هنا قلت ده مش اعلان لمصنع اتون، اللي يجي ولا ما يجيش يجوش. انا مش ده انا عامل الفيديو ده علشان اللي حاصل بيقول ان اللي قبل سابق كان بيحصل هو اللي بيحصل دلوقتي، انت بس اللي ما انتش عارف. ادي كل الحكايه. يعني كل سنه وانتم طيبين. ويعني دي حته صغيره كده نعرف بيها ان المصري اللي موجود دلوقتي هو ابن المصري القديم وبيعمل نفس عمايله.